بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم. النهاردة انا عملت جلاش حلو. الجلاش ده انا عملته معاكم قبل كده، بس عملته ايه؟ عملته رقات كده في الصينية. ده عملته ازاي؟ انا علشان بس بصور لوحدي، هقول لكم الطريقة، وبرضو لو دخلتوا على القناة بتاعتي هتشوفوها. حطيت كل 3 ورقات حطيت بينهم سمن، ولفتهم زي الرول كده، وقطعته بالطريقة دي. سهل جدا، ما فيهوش اي حاجة، بس اهم حاجة انك تحطي بين كل راق وراق سمنة. تمام، اهو عملته اهو. تمام، وهدخله الفرن وهوريه لكم بعد ما يخلص. والشربات عملته كوباية سكر وكوبايتين مية. تمام، وعصرت عصرة ليمونة وفانيليا. خليكم معايا، انا عاملاه قبل كده برضو، لو دخلتوا على القناة بتاعتي هتشوفوه. صلوا على رسول الله. هبدأ احط الصواني في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مسخنه الفرن طبعا من قبليها، سخنته 10 دقايق وحطيتهم كده على درجة حرارة 180. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. ده كان الشكل النهائي للجلاش بعد ما سويته وسقيته بالشربات. ألف هنا وشفا اللي هياكلوه. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.